لما تخذل كل برايا بصيح يا رب، لما الشفا يقلب وبا ويتسكر الباب، لما الأخلا ينكروا من الماضي ما طاب، لما في إدلب تنسى بصيح يا رب، بصيح يا رب. أي كلام بيحكوه أهل المخيمات وأي صرخات بيطلقوها هن على حق مهما كانت وشو ما كانت. ما حدا عايش اللي عايشينه، لا أنا ولا غيري ولا الناس اللي بتطلع وبتحكي وبتنتقدهم وبتقول لهم لا مو كل شيء بدنا نهاجم يهاجموا اللي بدهم إياه. اللي عايشين صرنا 14 سنة بالبرد وبالفيضانات وبالثلوج وبالشمس وبضربات الشمس والمعاناة والعذابات، مين نحن لحتى نطلع نقول لهم احكوا هيك او ما تحكوا هيك، اعترضوا او ما تعترضوا؟ هدول الناس اللي قدموا للثورة السورية، واللي انخربت بيوتهم، واللي راح لهم شهداء، واللي عاشوا 10 سنين و15 سنة بهي الظروف اللي ما حدا منا بيقدر يعيشها كل هاي الفترة وكل هذا الوقت. امبارح بعد الشيء اللي صار بالمخيمات زار المخيمات محافظ إدلب محمد عبد الرحمن. أنا هذا الشخص بحبه وبحس بإنسانيته وعمله، وهو ابن المخيمات. وزارهم كمان وزير الطوارئ رائد الصالح، هذا الوزير الرائع أنا كمان من وجهة نظري أنه بيعمل بشكل يعني من دون كلل ومن دون ملل. وقالوا هذا الكلام، خلونا نسمعه مع بعض. نحن بهالسنة اللي هي سنة طوارئ ومليئة بالتحديات كان عنا شيء 1.5 مليون نسمة. لما اشتغلت الدولة على البنية التحتية بالتشارك مع المجتمع المحلي رجع لا يقل عن 1,000,000 نسمة. عم نشتغل حاليا على تأمين البنية التحتية من مدرسة، من مركز طبي، من شيء يخدم على الناس مشان ترجع. على مستوى المنازل بس إدلب 250,000 منزل مدمر. هسه عندك حلب وأريافة واللاصقية وكل المحافظات، فمستحيل خلال سنة الدولة تحسن تأمن كل هالاحتياجات هذه. يعني أنا والوزير اليوم تابعين من الصبح موجودين مع بعض، اجتماعات مع الدفاع المدني، ودرنا كل الأمكنة وجينا لعندكم، وجعكم وجعنا. يا أخي إذا بدي موقع المخيمات هيك أنا ما راح أسكن غير أرجع لأسكن في المخيمات، لا تطلعوا من المخيمات. ساعات المحافظ عملنا لقاء. قبل ما نرد على كلام محافظ إدلب ووزير الطوارئ، في تنويه أنا بحب أقوله دائما، هو شعور كل مواطن سوري إنه المخيمات هن الأساس وهن الأهم وهن قبل الأكل والشرب وهن الأولوية. نحن كحلم شعب سوري إنه خلص نسكر آخر خيمة موجودة في سوريا. من طرف تاني كلام محافظ إدلب مقنع، عم بيقول لك الزلمة إنه نحن بظل كل التحديات اللي صارت بالسنة اللي لحد الآن نحن موجودين فيها بسوريا، مستلمين مناصبنا بسوريا بعد تحرير سوريا، بهي السنة كل التحديات اللي صارت من حروب ومن رفع عقوبات ومن هجريين وقصديين وفلول وإلى آخره، قدرنا لحد الآن نطالع من المخيمات 1,000,000 شخص من أصل 2,500,000. وهذا إنجاز يعني كمدة زمنية يعتبر جيد جدا. عم بيقول كمان انه في اكثر من 250 الف منزل مهدم في ادلب ما عدا باقي المحافظات، وانه البنية التحتية مستحيل اي دولة تقدر تلحق تطالع جميع اهالي الخيم لمنازل جديدة بغضون سنة بظل هيك بنية تحتية والى اخره. وهذا الكلام صحيح، بس هذا الشيء بالنهاية مع احترامي للسيد المحافظ ولمجهودات وزير الطوارئ وكلامهم الصحيح، أنا من وجهة نظري يعني وكلامهم الصحيح حاليا، هذا الشيء ما رح يلغي عذابات أهل المخيمات. مشان هيك نحن ما دائما بدنا نقول بظل التحديات وظل وإلى آخره، بدنا نوجه رسالة للحكومة السورية وللدولة السورية بأنه تنسى يعني يكون ملف المخيمات هو الملف الأول المسيطر على العمل أو إيجاد الحلول وإلى آخره، مهما كانت التحديات ومهما كانت العقبات وإلى آخره. إنه نسابق الزمن لحتى نطالع هدول الأشخاص من هذا المكان الغير صالح للسكن البشري وللحياة البشرية لحتى يخلصوا بقى من هاي العذابات. حلهم يخلصوا بقى، بكفي. ومستحيل للحظة نحن مثلا نترك أهلنا بالمخيمات أو ننسى الشيء اللي عم بيصير بأهلنا بالمخيمات.
ونحن دائما مقصرين مع أهلنا بالمخيمات. لاحظوا أنه أغلبنا ما بيحكي إلا إذا صار ترند هون أو غرقت خيمة هون أو غرقت، لا نحن بدنا كمان مني وجر كل صناع المحتوى يطلعوا يحكوا دائما عن المخيمات، حتى وإن كان كانوا مثلا ما عم بيعانوا من الفيضانات، ما عم بيعانوا من، في عندهم معاناة دائمة شو ما كانت، حتى لو بتحطهم بأفضل خيمة بالعالم بدها تكون المعاناة مستمرة. تحياتي.